السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة الشتاء أو حلويات الشتاء، المحوجة. محوجة سهلة وبسيطة، أو يعني من الحلويات اللي بتتعمل بسرعة وفي نفس الوقت مغذية جدا. ف يعني كلها غذاء زي ما انتوا شايفين. أنا معايا كيلو دقيق، ومعايا نص كوباية اللهم صل على النبي، سمسم او كوبايه الا ربع سمسم، ونص كوبايه حبه البركه. وده كيس انا جايباه دي ب25 جنيه. قولوا له عايزه القرطاس او عايزه 8 كيلو محوجه، اللي هي بتاعت القرصه الصفراء، هيديها لك على طول. هو عارفها معروفه عند عند العطار. ومعايا كيلو الا ربع، كوبايه وربع سكر بودره، كوبايه وربع سكر بودره، وباكوت باكت فانيليا، اختياري يعني الفانيليا. ومعايا معلقه بيكنج باودر. يعني انا مش هحط الكيس كله، هحطي نصه، هي تبقى يعني الكيس معلقتين او معلقه ونص، انا احط معلقه في معدل معلقه، او ما حطيتش الكيس كله. يبقى كوبايه الا ربع سكر على نص كيلو دقيق، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه محوجه، نص كوبايه حبه البركه، كوبايه الا ربع او كوبايه سمسم. الاتنين يعني ماشيين، كوبايه الا ربع او كوبايه سمسم، الاتنين حلوين. الحاجات دي بتكتري فيها بتبقى بتكمل يعني القيمة الغذائية بتاعة المحوجة. هي كلها غذاء زي ما انتوا شايفين كده، يعني جميلة وبتدفي في الشتاء وبتدي طاقة. معروفة طبعا الحلبة والسمسم وحبة البركة، معروفة يعني ايه بالقيمة الغذائية بتاعتهم. انا معايا كوباية سمنة بلدي او السمنة اللي تحبيها، على كوباية زيت. حطيتهم الاتنين على بعض وحطيتهم على النار يغلوا زي ما انتوا شايفين كده. بس يا مودي يغلوا، اللي هما الزيت يحدق يحدق يتحدق. المهم الزيت يغلي، الزيت يغلي جامد بس، وادلو عليه دي تعمل فوران زي ما انتوا شايفين كده. وبالمعلقه، طبعا ايدي اللي هو تستحملها، استنى تبرد شويه. بس يا مودي يعني لو ايدي تستحملها تمام ماشي، انا يعني ايدي هتبقى فيها. انا بس يعني هداري الدقيق كده، احاول اخلط الدقيق كده في بعضه بحيث ايه ان هي تبرد شويه. اول ما ايدي تستحملها هقعد بقى ايه ابس فيها زي الكحك بالظبط. لازم الدقيق يتشرب بين الزيت والسمنه. الزيت دوره ايه والسمنه دورها ايه؟ السمنه دورها ان هي بتطريها من جوه، تحسي ان هي ناعمه ببقك كده، والزيت بيقرمشها من بره. يعني هتبقى مقرمشه معاكي، هي متبقاش طريه طبعا، هي زي البسكوت كده، تبقى طريه ناشفه من بره ومقرمشه وناعمه من جوه. ادي مست الزيت ومست الايه السمنه. عايزه تحطي نص يعني نص، زي ما انا عملت كوبايه وكوبايه اللي يعجبك، كوبايه وربع زيت ونص سمنه اللي يعجبك، العكس برضو اللي يعجبك. بس كده لحد كده ايه العجينه تبقى ايه، يعني تمسكيها زي ما انا بوريكم كده، تكتل معاكم كده، يعني تبقى زي العجينه كده. كده هي ناجحه. وبصوا ترجع تفرول معايا، هي ما بتبقاش عجينه اللي هي عجينه رقيش يعني او كده، لا. تمسكيها زي تبقى عامله معاكي زي الرمله كده بتاعه البحر. تيجي تقبضي عليها بايدك كده، تبقى عجينه كتله واحده يعني معاكي كده. انت ماشيه الخطوات دي كده بالظبط صح. لحد كده احنا ايه تمام. في حاجه بقى مكون تاني ده بنحطه بقى في الاخر، اللي هو دي اخر حاجه، اللي هو كوبايه وربع عسل او نص يعني، بس كوبايتين لا، عسل اسود. وترشيه كده، ما تلقوش في مكان واحد، ترشيه كده. بس هنحط كوباية وربع العسل، وندعك تاني يعني ايه المكونات في بعضها تاني. برضو مش هتعمل معاكي عجينة، هي مش هتعمل معاكي عجينة، هي هتبقى مفرولة برضو كده. بصوا بقى مكوناتها كلها يعني. اولا هي سهلة، مجرد ما تحضري المقادير قدامك خلاص انت كده يعتبري ايه يعني عملتيها. مجرد ما تحضري المقادير قدامك وعمايلها بص على بعضها، ما عدا اخر حاجة بتاع العسل، العسل الاسود.
نلفها كده مع بعض كده. بصوا بقى سهلة ازاي بقى والله، ولا تعقيدات ولا اي حاجة. ما تخافيش كده، جربيها، ومقاديرها سهلة ومغذية جدا، وبتدفي قوي قوي في الشتاء، بتدي طاقة، وبالذات يعني للأطفال، الأطفال الكبار، بس أنا قصدي يعني على الأطفال. يعني بتدي طاقة جميلة وتدفي، وكل المكونات اللي فيها يعني مكونات يعني لا أجيب من بره المحوجة بس. العسل الأساسي بيبقى موجود، السمسم موجود في البيت، الدقيق طبعا موجود كده، السمنة والزيت برضو الحمد لله موجودين. فمستاهل اللي هتجيبيها بس هي القرطاس المحوجة. زي ما قلت لكم حسب الكمية، لا انا عملت كيلو، خدت معاه بتاع حوالي كوباية محوجة. يعني الحبة اللي انا وريتهم لكم دول زي ما قلت لكم هم ب25 جنيه، جم معايا كوباية ومعلقة كمان. سهلة وبسيطة ومش محتاج والله اي تعقيد ولا اي حاجة. ان شاء الله تبقى معاكي، يعني ما بتاخدش وقت كمان، تبقى معاكي سهلة وتطلع حلوة ومظبوطة. والله يعني انا عملتها اول مرة الحمد لله، اول مرة كنت اعملها يعني السنة اللي فاتت، ومش قادرة اقول لكم طلعت، احنا حبيناها من ساعتها، مش قادرة اقول لكم طلعت يعني بالظبط المقادير بالظبط. فقلت بقى انا خلاص باذن الله، ربنا اداني العمر كده، يعني هي دي هنعتمدها على طول باذن الله. سهله وبسيطه ومكوناتها بسيطه وموجوده في البيت، هو اللي هتجيبيه بس اللي هو قرطاس المحوجه. بص انا عندي نشابه صغيره كده اللي هي مؤيد ديت، بس انا قلت اجرب الكوبايه ماشيه معايا، مخليها عامله زي الميه. بص عامله زي ميه يعني كلها حته واحده كده. بصوا كده بايدي انا بحسس بس حته طويل يعني حته عاليه، حته يعني مكتله، فاهماني؟ لا الحمد لله الكوبايه ظبطت الدنيا. عايز تعمليها بالنشابه الصغيره دي اعملي. زي ما قلت لكم انا الكيلو دقيق وصل معايا، يعني عمل معايا السنتين، عمل معايا الصينيه اللي هي الطويله دي والمدوره، دول الاتنين 28، طلعوا معايا مظبوطين ظابطه، هتشوفوهم والله مظبوطين ظابطه، ولا يعني اللي هم سمكهم عالي ولا اللي سمكهم واطي، اللي مظبوطين. لو عملتيها اللي هي رقيقه قوي هتتحرق منك، وغيرها لو ما اتحرقتش هتنشف، هتبقى ناشفه قوي. كده انت في الوسط، لا عاليه يعني ولا عاليه، تبقى طبعا هي مش كيكه، ولا ان هي ناشفه اللي هو النشفان ده اللي هو بقى تكسريها كده. هي لازم تبقى مقرمشه، هي زي البسكوت، بس مش درجه النشفان يعني. بص الكوبايه بقى معايا بتسوي الدنيا ازاي، بتظبطها بصراحه. يعني تظبيط انا كنت بعملها الاول بالنشابه اللي هي الصغيره دي، اللي هي ام ايد صغنونه دي. لقيت الكوبايه عملت معايا الواجب، الصينيه بقت حته واحده. التقطيع بقى اللي تحبيها، انا هقطع الصينيه الطويله ديت، هقطعها اللي هي المثلثات، والصينيه المدوره هقطعها مربعات. بصوا انا همشي كده بالطول الاول، يعني هاخد الصينيه كده بالطول، المقاس بقى اللي انت عايزاه، عايزاه تكبري المثلث، تصغري زي ما انت عايزه. وبعد كده همشي بالعرض، بالعرض بس موارب، مش مظبوط زي ما انتوا شايفين كده. هتطلع معاكي برضو ايه مثلثات. بصي زي ما انت عايزه، عايزه تكبريها عايزه تصغريها زي ما انت عايزه. جميله وريحتها جميله وتحسي ان كده ايام زمان بقى، ستي بقى وماما والحاجات دي بتاعت زمان دي، بس جميلة والله. يعني زي البسيسة، أنا بحس إن البسيسة يعني المحوجة والعزيزية والحجازية والمحوجة دي، الحاجات دي بتاعت زمان، جميلة كده، حاجات جميلة كده وبتدفي البيت وخير كده، ربنا يرحمهم بقى. بص زي ما قلت لكم دي هعملها مربعات بقى، برضو المربع عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما انت عايزه. الحته بس اللي عشان انا بس بصغره كده، اللي ياخد حته ما يسيبهاش يكملها،
بحيث ان المربع بس يكون ايه صغير كده. انا بساوي كده بايديا، واما بتطلع من الفرن قبل ما تبرد عشان هي لو بردت هتنشف مش هتعرفي تقطعيه، بدوس بس على يعني باكد تاني على الايه، على التقطيعه اللي انا كنت مقطعاها وهي نيه، عشان لو نشفت بردت منك مش هتعرفي، هتبقى ناشفه مش هتعرفي تقطعيها. بس انا همسك بقى حبه سمسم كده، المفروض كنت احطهم بصراحه قبل ما اقطع، بس ما فيش مشاكل يعني ماشيين. انا بس هتك عليهم بايديا كده بحيث ان انا ايه يعني ما السمسم يخش في العجينه كده ما يخرجش بره لما تستوي. وهنا نفس الحكايه. صراحه عجبتنا او عجبت الولاد او جربوا بالطريقه دي والله هتبقى جميله وسهله، بس حضري مقاديرك كلها يعني قدامك ان شاء الله الطريقه تعجبك وسهله وتعرفي تعتمديها. انا بس طالبه منكم، بس انا داخله عمليات، فطالبه منكم بس الدعاء بالله عليكم، اللي يسمع الفيديو او يتفرج على الفيديو يعني بالله عليكم يدعي لي كده ان انا يعني اخرج بالسلام. العمليه بتاعتي صعبه شويه، بس ربنا يعني الله المستعان، يعني انا بدعي ربنا كده ودعواتكم برضو دعوه 40 يعني بني ادم مستجابه، فبالله عليكم تدعوا لي كده ان ربنا ينجيني منها واخرج بالسلامه يا رب. انا كده رجعت تاني عدت على التقطيع زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يعني هي بس الفتفوته دي خرجت يعني دخلت السكينه غلط. بصي بس بصي بقى ظهرها، وبصي وشها جميله جميله. انا بشيلها كده يا دوبك بردت بس اعرف امسكها، اما ما اسيبهاش لما تبرد خالص لحسن تنشف مني مش هتعرفي تطلعيها. جميله جميله والله، وريحتها جميله وطعمها اجمل. بصوا كده دلوقتي لسه طريه شويه. انا بقول لكم يعني فظيعه والله جميله. جربيها ويا رب طريقتي دي تعجبكم ان شاء الله باذن الله. انا الرصي بقى في طبق، طبعا انا هدي منها حبايبي يعني انا اصلا يعني عاملاها اختي وحبيبتي طلباها مني، فطبعا ايه يعني ما اقدرش اقول لها لا، ولا بالرغم والله اللي انا تعبانه وكده وهعمل عمليه ونفسيتي تعبانه كده، بس طبعا ما اقدرش اقول لها لا، دي اختي. ألف هنا وشفا وألف هنا وشفا للي كلم، يعني مش هي بس ده، أنا عملتها ناس كتير الحمد لله كلوا منها. ألف هنا وشفا على اللي دقها وعلى اللي كان ليه نصيب فيها وخد منها. وفي أي حاجة ألف هنا وشفا في أي حاجة بعملها وحد بياكل منها. دي طريقتي بقى المعتمداها كل سنة وبتطلع معايا الحمد لله، بتطلع معايا جميلة وطرية ويعني جربيها، جربيها مش تخسري حاجة، لو جربتيها وأول مرة تدوقيها هتحبيها. هي دي بتتعمل في اللفران، بس في اللفران بقى مش هيحطلك سمنه بلدي زي ما انتي بتعملي، مش هيجيبولك مغات. يعني هما بيكملوها بحلبة، بيطحنوا عليها حلبة بس، فما بيحطيش زينا مغات، لا بيطحنوا عليها حلبة اللي هي الحلبة الحصى بس. فلا طبعا احنا بايدينا بقى، وحاطين حتة سمنة بلدي، حاطين زيت نوعه نضيف، مش يعني لو شو يخليها مثلا ريحة الأكل ريحتها الزيت اللي هو فيه الطعاطينة ده، لا لا مفيش الكلام دوت. حاطين مغات فيها كده. في ناس بتحط كركم، بس هو مش مستاهلة كركم لأن المغات هو أصفر أصلا. أنا عمالة أكل فيها والله من جمالها، مش يعني مش قادرة أقول لكم عاملة إزاي. ده الطبق اللي بقى اللي هو المتقطع ده بقى، ده اللي هناكله. يعني هم ما شاء الله الولاد ايه حبوها وبقى عمالين ايه يخطفوا من بعض كده. انا بقول لكم هي جميله. لسه الصينيه التانية في الفرن، لسه في صينيه تاني، الصينيه في الفرن اهي طلعت اهيت. برضه هعيد تاني على التقطيعه معاكم. بصي التقطيعه دي اللي انا ايه، اللي انا كنت مقطعاها بس باكد عليها وهي سخنه كده. بصوا هي سخنه، انا ماسكاها بحته، فايه انا ماسكاها عشان هي سخنه فبلحقها قبل ما تبرد اقطعها. يا دوبك مفيش، الدنيا ساعة في ثواني هتلاقيها خلاص اصلا ايه يعني بردت. رخامة ساقعة والدنيا ساقعة وريحة البيت كده بقى مغات كده على
تعرفيش مغيت على ريحة سمنة بلدي، على حاجة حلوة كده والله هتحبيها أوي. اعملي، عايزة تضعفي الكمية زي ما انت عايزة، عايزة تقللي الكمية برضو، في كلا الحالتين يعني هتمشي معاكي. بصي بقى المربعات انا بقلبها لك على ظهرها عشان تشوفي السوا. الاحمرار اللي تحت ده بقى يعني بص، وبصي السمك، يعني بصي السمك نفسه عامل ازاي، ولا اللي هي سميكة ولا اللي هي رفيعة قوي. رفيعة قوي زي ما قلت لك هتتحرق منك وهتنشف. سميكة هي مش كيكة، لو هي سميكة بطعم هي مش كيكة، هي زي حاجات زي البسكوتات كده، تاكليها تقرمش كده من بره وتدوب في بقك. يا رب تعجبكم، ومتشكرة لكم قوي، بالله عليكم ما تنسانوش في الدعاء، ومتشكرة لكم قوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.